الاخوات اللي بعتولي الصورة الأخيرة وقعدوا يقولوا لي انصحنا بكورسز وكده والكلام ده. مش انا اللي هنصحك، انا بقول لك رحلة البوست ده عشان رحلتي، يعني لان انا كنت مخطط لحاجة وعملتها. والشهادات دي الكورسات دي في كذا مجال في اللعبة، يعني ماناش يعني. انت عايز تمسك في تخصص معين ماشي تمام، لكن انا مثلا راجل لعبت، فانا ليا هدف تاني ممكن يكون غير حياتك، انا ما ينفعش. فانت يا ريت لما تيجي تبعت انت من تخصصك ايه، واقول لك ارشح لك، وارشح لك ناس ممكن كمان احسن مني تقول لك تاخد ايه وما تاخدش ايه. تاني حاجة ان الشهادات دي كلها سألت في كل جانب منهم الناس بتوعتهم، قلت لهم انا عايز اخد حاجة علشان انفع في التخصص ده بقى كويس، حاجة بتعمل لي سيستم. على فكرة ما فيش حاجة، خلينا هنا برضو، ما فيش حاجة هتخليك معد بدني شاطر، ما فيش حاجة هتخليك محلل أداء شاطر، ما فيش حاجة هتخليك بتاع تغذية شاطر، فاهم؟ كله بالممارسة والخبرة العملية المباشرة، ويا سلام لو مارستها قبل كده انت. بس مش معنى انك مارستها قبل كده اللي انت تبقى جامد فيها، عادي. يعني اللي عمل فورمة في الجيم صعب ممكن ما يعملش فورمة لحد غيره، انت فاهم؟ اللي لعب كورة صعب يدرب حد غيره، هو عارف امكانيات نفسه. فدي التدريب انا شايفه ده موهبة، او اللي انت تمسك تخصص في اللعبة دي بعدين، سواء تدرب حد في الجيم، تبقى مدرب في الملعب. انا بتكلم من ناحيتي، لان انا كان لازم ادرس التخصصات دي كلها علشان اتخصص في حاجة بعد كده. لازم ادرس الاساس، يعني لدرجة ان يعني كنت بروح لناس تشرح لي، جزاهم الله خير، يشرحوا لي كتب تربية رياضية. بتقول لي انا خريج حقوق، فانا لازم. هتقول لي يا عم دي يعني قشريات ومش زي، يعني مش ده اللي هيفيدك. لا، انا عايز ابدا من تحت قوي، عايز اشوف الاساس ايه واطلع فوق لحد. يعني الشهادات اللي انتوا شايفينها كلها دي مثلا تعمل لها قول داخله في 6000 صفحه لو جينا نشوف عدد صفحاته. قبليها انا قاري تقريبا ونزلت بوست والناس اللي متابعاني من زمان عارفه كده، ان انا قريت تقريبا 5000 صفحه مثلا علشان اصلح اللي انا ادوس في الكورسات دي، فما احسش ان انا حاجه صعبه عليا. ففي ناس ساعدتني. يعني انا حطيت في نيتي اللي انا هبدا وانا مش عارف، واصلا كل الناس يعني كل الحاجات دي اصلا سبحان الله انا حطيت في نيتي اللي انا هخلص الشهادات دي، اللي أنا وقلت على 5 سنين 3 سنين، لقيت نفسي خلصتهم. انا من شهر 5 لشهر 5 ده او 6 بالظبط سنه. سبحان الله، يعني حطيت في نيتي الموضوع والله العظيم. ان ما كانش كلهم بينزل خصم 70% و50%، يعني تخيل الحاجات دي، يعني هو ربنا اللي رايد ملهاش دعوه والله. بس انا كنت جاهز، انا كنت جاهز لاي حاجه فيهم بتنزل ادوس فيها، لان انا جاهز وقاري. انا بس يلا نشوف حاجه جديده ونتاسس. وكل الحاجات دي زي ما بقول لك مش بتخليك، طب هي بتديك الاساس والسيستم. لا، اللي يقول لك الشهادات مش كل حاجه وبتاع، هي مش كل حاجه، بس في حاجات موثقه ومرجع بتديك سيستم تمشي عليه، بحيث لو يعني ما نفعتش حد ما تضروش. دي حاجه مهمه، نقطه مهمه. تاني حاجة بقى تشتغل انت بقى شغل، يعني انت بقى وموهبتك. الصعب في الموضوع، انا كنت فاكر تعالى اقول لك التدريجة بتاعتي. يعني انا كنت فاكر اللي انا لما اجي في الاول لما الناس كانت تديني كتب فري كده واحب اقراها وحاجات كتير اقراها كنت فاكر ان ده الحل وخلاص هاخد الشهادة. حلو، انبسطت وده الحل، خدت الشهادة بقى. يعني خلاص رحت للكورسز نفسها، لقيت الموضوع برضو صعب، عايز تركيز في حاجات بقى فعلا جديدة وفي سيستم، مش بتقرا وبس. قلت يا هعدي الشهادة واخد الشهادة والدنيا بقى سهلة. فالرحلة دي بقى في حاجة أصعب من كل ده. كل ده اللي احنا بنحكي فيه والبوستات اللي أنا نزلتها والشهايد وكلام جميل على الحيطة ملوش أي لازمة. أنا بالنسبة لي ملوش أي لازمة. أنا والله الحاجات المهمة يعني مش الكل يعرفها، بس أنا مش فارق معايا، أنا بنبسط. كنت مخطط لحاجة ونفعت، لكن الصعب اللي بواجهه إن شاء الله شغال بحاول فيه، وفي حاجات بتنجح وبغلط. اللي أنا أعمل كل اللي درسته على أرض الواقع. يعني إن أنا قريت في حاجات كتير، و70 مدرسة إعداد بدني كتير أوي مدارس وكلها صح، ما كلها نجحت. حتى في التكتيك 70 مدرب ليه طريقة، و70 حتى موديلز التمرين 70 مدرب ليه طريقة تمرين، كله بينجح على حسب مدرسته. التغذية 70 200 نظام غذائي، فاهم؟ يعني لكل اللعيبة كل واحد بقى وأسلوبه. فبحر حتى النفسية كل لعيب أخد التخصص علم النفس الرياضي، حتى كل
واحد وليه اسلوبه ازاي يتعامل نفسيا مع الرياضي او اللعيبه، كل واحد وليه اسلوبه ونجحوا برضه. فانت دخلت في تشتت، فانت تحاول بقى يبقى لك مدرسه وشكل، وتبتدي ما تألفش، امسك باللي درسته واحده واحده، ابتدي اطبق اسلوبي ولوني والتاتش بتاعي زي ما بيقولوا من الاخر. دي الصعوبه الحقيقيه اللي انا بواجهها دلوقتي، ده بجد اللي انا فعلا بيني وبين نفسي ابقى مبسوط، وده اللي ان شاء الله بيحصل وهيحصل قدام كمان. يعني انا لعيب، يعني انا اصلا بطلت بسبب ايه؟ ان انا من سنه، يعني قبل الموسم اللي فات، قررت ادوس واقرا واتعمق. ليه؟ لان انا يعني لقيت نفسي بعمل حاجه الكل بيعرف يعملها. لا يعني لعيبه الكوره كتير قوي يا جماعه، ولعيبه الكوره كويسين على فكره، يعني ما احنا كتار قوي. طب ما انا عايز ابقى مميز في حاجه، مش هينفع. طب ما تقول لي اه الكوره مثلا علاقات واسطه ومش عارف ايه، ماشي يا حبيبي، ما احنا كتار قوي، هو موجود بس احنا كتار برضو. لا انت تدريب قادر تذاكر، ما تسيبش الحظ يلعب معاك، واحد زائد واحد يساوي اتنين بالورقه والقلم. قادر اذاكر واشتغل على نفسي، واعمل اللي حواليا قليلين اللي بيعملوه، واشوف بقى واحط نفسي في الحته اللي فيها ناس جامده، اللي فيها ناس جامده في المجال اللي انا بالنسبه لهم كده تلميذ. فما فيش حل غير اللي انا ايه، بعد ما قعدت الموسم ده لقيت اللي انا بعمل طبعا بعد ما اتثقفت وقعدت اتعمق قوي في الشغلانه، اتعمق جامد. فحسيت اللي انا كل اللي بعمله ده غلط، كل اللي بمارسه الكوره دي غلط اصلا، ان احنا في حاجات غلط، ان احنا بنضيع وقت يا جماعه. قلت لا ستوب، انا هوقف واروح اكمل في اللي انا فيه. ده انا قررت قرار غريب يعني، من غير اي حاجه، انا لا اتصبت ولا مدرب مش عارف، مفيش، عادي والدنيا اتصلحت يعني حتى ما فيش حاجه يعني ما فيش تنافسيه او مشكله حصلت اللي هو لا يلا لازم، لا عادي، عادي، حاجه بتحصل لاي لعيب كوره، حاجات عاديه طبيعيه. فمش هي اللي تخليني يعني حتى قدام الناس ده مبطل ليه مثلا، بطل ليه كوره بسبب ايه؟ الناس ما فيش سبب اصلا تقوله، انت عادي كيفي. طب كيفك على ايه؟ لا كيفي بالورقه والقلم. اللي حواليا للاسف احنا في مجتمع ما فيش حد بيحسب بالورقه والقلم، كله بيجري ورا شهوته ومتعته، مش بيفكر هو قدام عامل ايه، عايز يلعب ويجري. فسبحان الله جات لي سن صغير، يعني الصحوه دي جات لي وانا فاهم، يعني هو 30، يعني داخل في ال 30 اهو خلاص كملها. جات لي الحمد لله بدري، بدل ما فكرت اللي هو يا جماعه طب انا هبطل وهعمل ايه. لا انت لازم تذاكر وانت بتلعب، لا وتذاكر تذاكر، مش تاخد يعني الرخص. اه تمام، بس الرخص دي بياخدوها ماشي، بطل ياخد الرخص، بس مش ده الاساس. انا عايز اخد محتوى تعليمي، انا عايز اخد ماده. انا اروح اذاكر يا عم التربيه الرياضيه انا ما دخلتهاش، اروح اذاكر تخصصات في حاجات في علم الحركه، في التكتيك وموديلز التمرين. انا اذاكر موديلز التمرين، مش هذاكر التمرين بيتعمل ازاي. انا اروح اشوف التمرين بيتعمل ازاي لمصلحه انهي طريقه لعب عايز فرقتك تلعب بيها. انا اروح اشوف الناس دي بتعمل ايه، مش هسيب الفهلوه واروح ارص اطباق واشوف الدنيا بتقول ايه قبل ما انام بالليل قبل ما اروح التمرين. لا انا شفت تبعت المدرسه، وربنا وقف في طريقي ناس بيبقوا ماشيين فعلا بالكشاكيل من اول يوم تمرين لاخر يوم في الموسم. الناس دي يعني جزاهم الله خيرا، الناس دي اصلا في غنى عن ان انا اقول اسمهم، وهم عارفين هم عندي قد ايه، ضافوا لي قد ايه يعني. يعني دول بجد اللي ساعدوني، انا مش لوحدي خالص. الحمد لله في اي تخصص في اللي انتوا شايفينه في الشهادات معايا واحد واثنين وثلاثه عتاوله بتعلم منهم. شوف بقى اللي هقول لك دي التركه اللي جايه. فكرت بطريقه اقسم بالله، يعني سبحان الله والله، لقيت واحد قناة المهاجر، حد متابع المهاجر ما اعرفش، ولا الراجل ده قدوة بالنسبة لي، لقيته فكر قال حاجة انا بفكر بيها، يعني جات لي علامة من ربنا ان انا صح لما شفت الفيديو بتاعه. فكان بيقول لك ايه بقى المهاجر ده اللي انا فكرت فيه قبل ما ادوس في الرحلة بتاعتي دي. بيقول لك ايه بقى المهاجر؟ بيقول لك المهندس لما يجي يعمل العربية مش بيعمل الموتور بتاعها ويشوف العربية بعد كده يعني على الامكانيات اللي هو عايزها. يعني يعني انت تحط في مخيلتك شكل العربية بتاعتك عاملة ازاي، على اساسها هتعمل الموتور بتاعها مش العكس. يعني اشوف انا رايح فين، انا عايز ابقى فين، وعلى اساسها هشتغل، مش العكس اشتغل واعمل اللي عليا وما اعرفش انا رايح فين. وانت ممكن تلاقي نفسك تعمل حاجات ما تودكش المكان اللي انت عايز تروحه في الاخر، وتقول لنفسك انا تعبت وواسطه وبتاع.
يا عم بيقول لك اعمل اللي عليك اصلا عشان تكون مؤهل انك تتظلم. هو اي حد يتظلم اصلا؟ يعني اي حد يقول لك واسطه ويتظلم؟ مفيش الكلام ده. يعني علشان توصل للحته دي لازم تكون جامد قوي. فعلا عملت كده. انا جريت ورا الحاجات وحطيت كل جهدي، خلاص قلت بقى فكك بقى من اللعب اللي ملوش لازمه ده، وكلها بتجري ورا بعض وشغلانه ما فيش حد لا بيقدم الاخر ولا حد بيضيف لك. لان انا لعبت مع 16 مدرب و 11 12 نادي، فاهم؟ فاللي هو انا شفت كل حاجه، شغال اكرر في نفس التجربه ونفس طرق اللعب ونفس كل حاجه. ما يعني، فقلت لا، انا عايز اروح هنا. انا عايز على الاقل المكان اللي هكون فيه يكون اللي معايا اللي حواليا احنا ضفنا لبعض، انا على الاقل هضيف لهم، على الاقل فاهم، يبقى الاضافه متبادله. انا بقى كنت عايز اكون، سواء كنت في الرياضه او في الكوره، سواء كنت مدير فني او شخص في الاداره الرياضيه ماسك حاجه في الاداره الرياضيه، اكون عارف كل اللي معايا بيعملوا ايه. مش زي ما انا شفت في الكوره، الاقي مثلا مدرب ما يفهمش، يعني هو مش فاهم في حاجه فجايب معد بدني، هو مش فاهم بقى معد بدني بيعمل ايه، ومش فاهم صلاحياته، ومش فاهم حدوده ايه، وما يعرفش الفرق بين مخطط الاحمال والمعد البدني، وما يعرفش محلل اداء يقول لك يا عم ايه اللي بيعد ارقام ده، وما يعرفش بتاع التغذيه. يعني يا جماعه، فراخ قبل الماتش ياكل فراخ قبل الماتش، ياكل نص فرخه قبل الماتش، ما يعرفش كل اللعيبه عايز ايه ومش عايز ايه. ويجيب له واحد، انا جبت لكم الراجل ده كابتن فلان معايا انا في الجهاز الفني، انا مثلا مدير فني، ده اللي انا كنت بشوفه، انا اجيب لك كابتن الدكتور فلان ده، حاولوا تستفيدوا منه. بيقول لك ليه؟ لأن شايفه ليه علامه، عشان هو ما يفهمش اصلا في اللي هو بيعمله، يعني معد بدني. يعني جبت لكم الدبابه مش عارف كابتن مين ماسك جيم مين ومش عارف، ده راجل جامد اسطوره. ليه بيقول لي اسطوره؟ لان هو ما يعرفش اصلا المعد البدني ده شغله ايه، وهو بيعتمد على كام سنه اللي لعبهم في الكوره، وتلاقيه اصلا يعني طموحه يمسك، يعني هو اخره يمسك هنا ليه؟ لان هو لعب على الاقل الدرجه دي، طموحه يمسك فرقه اكبر. طب ما انت ما لعبتش المستوى الاعلى، مش معنى انك لعبت كوره انك تلعب لا، فانت لازم تذاكر. هنا مذاكره مهمه. المذاكره ممكن تساعدك لو انت لعبت كوره في ليفل عادي، ممكن لا تروح ليفل اعلى بسبب مذاكرتك ولعبك انك في الملعب. لان انت طالما بتقول يا جماعه اللعب لازم يكون مدرب لعب كوره، يا عم انا بقول لك وانا لعبت. طيب حلو، خليني على كلامك. لا معلش، المدرب يدرب في الليفل اللي لعب فيه بقى. طالما انت بتحكم على الناس اللي بتتعب وبتذاكر وبتنزل في الخبره المباشره، تنزل الملعب. على فكره الموهبه، التدريب ده موهبه برضه. في مدرب موهوب في التدريب زي ناس كتير، مش هفضل احكي لك قصص، بس هو بيذاكر وعارف التخصصات اللي حواليه. فزي ما بقول لك، انت بقى تروح تمسك في الليفل بتاعك بس. لو انت ماشيه كده، لا لازم تذاكر عشان ربنا يكرمك مع الله. يا سلام، ده انت تبقى مبدع مع اللعب والمذاكره كده، انت فاهم؟ تصدق ممكن يكون موهبه التدريب ناقصاك بعد كل ده. فالتدريب موهبه، هو مثلث، انت فاهم ازاي؟ فخبرتك ماشي في الملعب حلوه، انت راجل لعبت، ومذاكرتك وموهبتك في التدريب ده موهبه لوحده. فانا عايز لما اكون مثلا في المكان ده، اكون انا عارف اللي حواليا بيعملوا ايه، صلاحياتهم ايه وحدودهم ايه، والمساحه اللي اديها لهم ايه، علشان اخليهم يبدعوا. يعني اخلي اللي معايا، ما احنا تيم كله يرفع بعضه. احنا هنا للاسف في ناس كتير فاكره يعني ايد واحده بتسقف، ما فيش الكلام ده. ومش انت اللي هتنجح المجموعه، وينسب الفضل لنفسه، وينسب وبطريقه مش مباشره. يعني الصويع بقى في المجال، ما لعبته وعارف. لا لا لا، انتوا تيم واحد. المدربين يعني في ناس اساطير ما بيستغنوش عن مدربين مساعدين ومحللين اداء او مدرب حراس، او عارف ان هو بينجح بسبب ده. ولا اخصائي تغذيه، دكتور تغذيه. اه انا ذاكرت ماشي، شغال اقرا في التغذيه واجرب على نفسي، بس انا مش دكتور ولا عمري اصلا ادخل التخصص ده، لان ده ليه مجال، ليه الدكاتره، ليه راجل، ليه يعني ليه خلفيه طبيه. بس انا معلش لما اقعد مع اخصائي التغذيه، لا، عارف ان اللعيب مجهوده كده في الملعب بسبب انه لا، في حاجه غلط في اكله، في حاجه غلط في اسلوبه، بالخبره اللي انا جربت الاكل وذاكرت، لكن عمري ما بقى متخصص بس على الاقل كل اللي عملته ده علشان يا جماعه اتخصص في حاجه واحده، وفي شهادات تانية مش متعلقه. بس انا كده بنبسط بالحاجات عادي يعني، لكن مش دي اساس نجاحي. اساس نجاحي ان شاء الله ان انا اطبق اي حاجه ذاكرتها على ارض الواقع، واللي انا انقل اي حاجه ذاكرتها للي حواليا. كده انا سبت علامه، ده هدفي. فزي ما انا بقول لك، شوف الطريق اللي عايز تمشي عليه بالعربيه بتاعتك، علشان تعمل لها الموتور اللي يستحمل الطريق ده. حتى لو طريق بسيط، هد الموتور بتاعك. لو طريق قوي فشد حيلك بقى واعمل موتور محترم. ومن الحاجات برضو الحلوة اللي عملها المهاجر على القناة بتاعته،
وحاجات برضو اللي بسطتني ان حسستني ان انا ماشي صح، لان انا بقول لك انا اكتشفت ان انا بفكر بالطريقه دي، ولقيت حد علامه من ربنا بعت لي حد ان بيقول لي انت ماشي صح. زي ما انت شايف ده اللي انا عملته. شايف السلم، شايف الفرق الطول بين الخطوه والخطوه، كل سلمه عامل ازاي. ده اللي المفروض كنت عايز اعمله، بس انا طولي مش هيجيب ده، مش هعرف اعدي خطوه بخطوه، صعب عليا. فكان لازم الكورسات مثلا والحاجات اللي عايز اعملها واللعب والخبرات، وانا بفكر من زمان لا كان لازم استخدم السلم اللي هو يصلح لاسلوبي وطريقتي، وان انا مش متاسس. انا راجل مش تربيه رياضيه مثلا، لعبت بس في اساسيات في الرياضه واساسيات في، ومش دارس الاساس من الاخر. فكان لازم عشان ابقى مؤهل ان انا ادخل في حاجات زي كده واذاكر وافهم، والحمد لله اعدي وكل حاجه واحصل مثلا على شهادات، كان لازم امشي واجيب السلم ده. شايف السلم ده عامل ازاي، اللي هو حاطه. طالما انت السلم يعني صعب عليك، اعمل السلم اللي يناسبك، اللي كده كده الاتنين بيوصلوا للنتيجه. فالحوار محتاج تعب. فكان بيقولك في فرق بين اللي انت مش عايز واللي انت مش قادر. فانت فكرك اللي انت مش قادر، بس هو انت مش عايز. فاللي انت مش عايز ده، انا اتمنى ان انا ما اعرفكش. اتمنى ان انت ما تكونش اصلا تسمع الفيديو، لان يكون بالنسبه لك انا شخص مثالي. لا لا، عادي جدا، انا بعمل حاجات كتير غلط، بني ادم عادي جدا. بس انا بقول لك طريقه تفكير في المهنيه، يعني الطريق المهني، مالكش دعوه بقيه حياتي. فانا مش عايزك اصلا. انا عايز الشخص اللي فاكر اللي هو مش قادر، بس بعد الفيديو ده عرف ان هو مش عايز، فهيروح يدوس في الموضوع لانه اكتشف انه قادر وهيعوز. فانا عايز الشخص ده. اتمنى اكون وصلت اللي نفسي اوصله، الناس فهمتني. ويا جماعه الناس اللي بتسالني على الكورسز اللي باخدها، اي كورس خدته دخلت عندي لقيته، اكتب اسم الكورس هيطلع لك، يعني الموضوع بسيط. بس بخصوص اخر كورس اللي هو برشلونه، يا جماعه من موقع رسمي للنادي وليه 70 اكونت اصلا على الانستجرام. او اكتب لي مثلا برشلونه وهبعت لك تدخل اللينك تشوف، وتشوف بقى كل حاجة بقى بتفاصيلها وإجراءاتها ومدة حضورها وطريقتها في الحضور أونلاين، وفي حاجات لايف ولا لأ. أنت هتدخل هتشوف كل حاجة يعني. لكن السؤال ده متكرر أوي بالنسبة لي، يعني أنا بستغرب الناس بتحس إن هو أنا هبقى أعرف هفهم في التكتيك أوي مجرد ما آخد الكورس. لا يا معلم، لا لا، لازم خبرة مباشرة، لازم تشوف ماتشات كتير، ولازم أنت عندك أصلا القصة دي. فدي بتديك الاساس والمرجعيات اللي انت هتعرف كمان تساعدك بيها. لكن انت مش موهوب في الحاجه، صعب كورس يشربك المعلقه. وكل التخصصات كده. لا، وفي حاجه كمان بعيدا عن شهادات، في اصلا ورش وحاجات بسيطه وحاجات من غير اصلا شهادات، في اصلا بودكاستات افيد من كورسات عاديه يعني، موجوده على فكره. فبجنب الكتب اللي اتقرت عملت حاجات كتير، لا استفدت منها على فكره يعني. فاللي عايز يستفيد هيستفيد يعني، من الاخر اللي عايز اوصله لك. واللي عايز يتأهل للحاجات اللي انا بقول لك عليها دي، هيتأهل عادي بحاجات متاحة. مش كل حاجة تحطش بسبب اللي احنا شايفينه حوالينا، واي حاجة بالمادة. لا، في حاجات وفي ناس بارك الله فيها بتعمل حاجة فور فري، فاهم؟ عادي، الخير يعني كده لله. فبتلاقي معلومات، وفي معلومات انت بتصطادها وتكتبها. انا في كشاكيل كاتب فيها معلومات بسمعها في بودكاست عادي، واحد بيحكي عادي في ريل، والله باخدها واكتبها عادي في اي تخصص ما اعرفش. بس عندي كشاكيل مليانة حاجات زي كده. وساعات بقعد كده وسنت في الدنيا مع نفسي واشوف وارتب افكاري. ففي 70 طريقة يا باشا تأهلك للحاجة وتخليك مثقف على الأقل، تخلي نفسك تعرف تجادل او تكلم حد مذاكر من المعلومات اللي فيه دي. على الاقل تعرف تستفسر عن حاجه، تعرف تسال. حتى انك تعرف تسال عن معلومه دي لازم تذاكر لها، عشان تعرف تسال صح وتستفيد صح. فانت فاهم كل ده سلم بيوصلك للي انت عايزه. فاتمنى يعني اكون عرفت اوصل لحته اللي هو ايه، مش اي حد يذاكر كتاب او خد شهاده يبقى يصلح. مش اي معيد بدني ينفذ اللي خده في شهاده واحده يصلح. مش اي مدرب شاف ذاكر تكتيك هيروح يكسب ماتش. مش مفيش الكلام ده. هو الحاجات دي بتساعدك تواجه الامتحانات، يبقى عندك حلول للامتحانات اللي هتقابلها في اللعبه بتاعتك مع اللعيبه، سواء في اصابه، سواء في اعداد بدني وتطوير اداء للعيب، سواء في ماتش، سواء في جسم عايز تنزله، سواء. وكل ده هيصب في تخصص واحد ان شاء الله. انا بس بتكلم معاكم في الرحله. انا يعني انا عرضت لكم رحلتي،
واللي كان متابعني من زمان عارف كده. انا بس بعمل الفيديو ده علشان في ناس جديده ما تعرفش انا ايه اصلا. بيعرفني من فيديو تكتيك مثلا انا بحطه. لا لا، في في رحله طويله قوي يعني. بس في حاجه اخيره عايز اقولها لك يا صديقي، وان الرحله دي ما ينفعش تيجي وانت واخد بالك من كل جوانب في حياتك. يعني كل اللي عملته ده ما كانتش انا بعمل كل حاجه ومبسوط وبذاكر وبعمل كل ده. لا، انا شفت سنه بسبب ظروف صعبه زي ما بتمر على اي شخص تخليك تضطر تسأل نفسك وتقول انا عايز ايه. بس فتتحط في ظروف قاسيه تجبرك على اتخاذ القرار ده. فصدقني ساعات اصلا مصلحتك بتلاقيها لما تتعرض لظروف صعبة. ما يعني لازم يحصل حاجة قوية تجبرك وتخليك تتعامل مع نفسك بس، تنعزل، تركز تشوف انا عايز ايه بس، ماليش دعوة بأي مشتتات. فده اللي انا عملته. مفيش الأولوية اللي انا اشوف الهدف اللي انا عملته والخطة اللي عملتها. ماليش دعوة اي حاجة او اي حد او اي حالة تعرضني ان انا اتعطل على اللي انا عايز اوصل له. شوف بقى، قيس كل حاجة، مش هفضل اقول لك مواقف. فالحاجة دي لازم تقف وتتبادى فورا قصاد مصلحتي. انت فاهم ازاي؟ فما عملتش اللي انت شفته ده والصورة اللي عجبك على الحيطة اللي قلت لك هي ملهاش لازمة بالنسبة لي على قد الصعوبة الحقيقية اللي بواجهها اللي قلتها في اول فيديو. كل ده بسبب اللي انا عرفت مصلحتي فين وعملت زي الحصان كده في السبق. ماليش دعوة، انا باصص ماليش دعوة باللي جنبي ولا ايه اللي بيحصل حواليا، ولا الحالة العامة ايه اللي في البلد، ولا ماليش دعوة يا عم. مفيش حاجة بتثبت على حالها. بس انا اللي اعرف اتحكم فيه طريق لمصلحتي. ماليش دعوة بقى كل الحاجات دي ماليش يد فيها. تعمل انت بالطريقة اللي قلت لك في الفيديو دي. وانت لو عايز مصلحتك بجد تكون كملت الفيديو للاخر. ما اعتقدش ان انا هعمل فيديو زي كده تاني. انا بس حبيت ارد على حاجات كتير واعرف نفسي ناس كتير يعني مش عارفاني، وادل ناس كتير على طريقة تفكير بس معينة لو فكروا بيها الدنيا هتتظبط معاهم، ده اكيد. وربنا يكرم الناس كلها، وشكرا.